شنو اللي واقع في العالم اليوم؟ علاش اسعار البترول ولات كتطلع بشكل مخيف؟ وعلاش الشرق الاوسط ولا على حافه حرب كبيره؟ ولكن المفاجاه هي خبر النجم العالمي كريستيانو رونالدو اللي غادر السعوديه بشكل سري وعلى عجل وتوجه مباشره الى مدريد في الطياره الخاصه ديالو. وعلاش دابا بالضبط؟ علاش في هذا التوقيت اللي المنطقه كامله عايشه فيه توتر عسكري؟ واش مجرد سفر عادي ولا قرار سريع باش يبعد العائله ديالو على شي خطر محتمل؟ واش النجوم الكبار حتى هما بداو كيحسوا بان الوضع كيتجه نحو المجهول؟ وفي نفس الوقت البترول كيطلع، الملاحه البحريه مهدده، والتجاره العالميه داخله في واحد المرحله قلق غير مسبوقه. واش العالم داخل على شي ازمه كبيره؟ واش الحرب ممكن توسع اكثر؟ واش المغرب هذا هو الاهم؟ واش المغرب غادي يتاثر حتى هو بارتفاع هذه الاسعار؟ وشنو القصه الحقيقيه ديال وراء السفر المفاجئ ديال كريستيانو رونالدو؟ هادشي كامل غادي نشوفوه بالتفاصيل في هذا الفيديو. مرحبا بكم في صحافه المقهى. الا كنتي من الناس اللي كتهتم بهذه المواضيع، مواضيع الساعه سياسيا واجتماعيا، فرك في المكان المناسب. ما تنساش دير جيم، الاشتراك في القناه، وخلينا الراي ديالك في التعليق. الراي ديالك يهمنا. يلا نبداو. هاد الايام الاخبار اللي جايه من الشرق الاوسط ولات كتقلق بزاف، خصوصا بعد ما طلع الثمن ديال البترول بواحد الشكل كبير، ولا التوترات العسكريه كتزيد نهار على نهار. اليوم الاثنين ثمن البترول عالميا طلع بزاف حتى وصل تقريبا ل 120 دولار البرميل، وهذا الشيء ماشي رقم بسيط. اخر مره وصل فيها البترول هذا المستوى كانت في 2022 من بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودابا السبب مختلف ولكن الخطر باقي كبير. الحرب اللي دايره بين امريكا واسرائيل من جهه وايران من جهه اخرى. المشكل الكبير هو ان هاد التوترات كتوقع في واحد المنطقه اللي كتحكم في جزء كبير من الطاقه في العالم. كاين مضيق هرمز اللي كدوز منه تقريبا الخمس ديال البترول العالمي، واي تهديد للملاحه فيه يقدر يقلب السوق ديال العالم كامل. وهذا الشيء خلى بزاف ديال الدول وحتى الشركات العالميه يدخلهم القلق. بعض المنتجين الكبار بحال العراق والكويت حتى هما بداو كيخفضوا الانتاج، وهذا القرار زاد النار على الاسعار في السوق العالميه. ولكن السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال المغاربه هو شنو غادي يوقع عندنا هنا في المغرب؟ المغرب كيستورد تقريبا اغلب الحاجيات ديالو من الطاقه من الخارج، يعني اي ارتفاع في السوق الدوليه راه كيأثر مباشره في ثمن المحروقات في المحطات. والخبراء كيقولوا انه الا بقى الثمن طالع فوق 100 و120 دولار راه ممكن نشوفوا زيادات كبيره في ثمن الغازوال والبنزين. وهنا الخطر الكبير على القدره الشرائيه ديال المواطنين، حيت الا طلع ثمن المحروقات راه كيطلع معاه كل شيء: النقل، الخضر، الفواكه، السلع، وحتى الخدمات حتى هي كيتزاد فيها الثمن. جمعيه حمايه المستهلك في المغرب حتى هي دارت تحذيرات قويه، وقالت بان المواطن المغربي راه مازال ما تعافاش مزيان من الازمات السابقه بحال جائحه كورونا وارتفاع الاسعار اللي شفناه في السنتين الاخرين. ولكن في وسط هذا القلق كامل الحكومه المغربيه قالت بانها كتراقب الوضع بشكل يومي، خصوصا المخزون الوطني ديال المحروقات. بعض التقارير كتقول بان المغرب عنده مخزون استراتيجي يقدر يغطي الحاجيات ديال البلاد لعده اسابيع وحتى لعده اشهر. وفي نفس الوقت المغرب راه كيسعى باش يقلل الاعتماد على الخارج، خصوصا عبر الاستثمارات في الطاقه المتجدده بحال الطاقه الشمسيه والريحيه. ولكن ماشي غير الطاقه بوحدها اللي كتاثر بالحرب، راه حتى الملاحه البحريه بدات كتغير. الميناء ديال طنجة المتوسط اللي هو واحد من اكبر الموانئ في افريقيا والبحر الابيض المتوسط راه كيعرف هاد الايام ضغط كبير وغير مسبوق. العشرات ديال السفن التجاريه وناقلات الشحن ولات كتجمع حدا الميناء وكتسنى الدور ديالها باش تدخل، يعني كاين واحد الاكتظاظ اللي هو كبير. السبب هو ان بزاف ديال الشركات الملاحه العالميه بدات كتبدل المسارات ديالها بسبب المخاطر اللي كاينه في الخليج العربي وفي مضيق هرمز، وبالتالي ولا الميناء ديال طنجة المتوسط نقطه استراتيجيه ومركز مهم للتجاره العالميه بين اوروبا وبين افريقيا وبين حتى امريكا. وفي وسط هذه الاحداث خرجت حتى اخبار خطيره كتدور في بعض الحسابات الايرانيه على التليجرام. هذه الاخبار كتقول بان ايران طلبت من الجزائر تعطي الضوء الاخضر لجبهه البوليزاريو باش تستهدف السفن التجاريه اللي كتدوز من مضيق جبل طارق. وهذا الشيء خطير. مضيق جبل طارق راه ماشي ممر عادي، بل واحد
من أهم الممرات البحرية في العالم، كيربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وكيدوز منه عدد كبير ديال السفن التجارية يوميا، وأي توتر يقدر يأثر على التجارة العالمية كاملة. ولكن خصنا نوضحوا واحد الحاجة اللي هي مهمة، راه هاد الأخبار مازال ما كاين حتى تأكيد رسمي عليها، وباقي غير متداولة في بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وكتحتاج تحقيق. وفي وسط هاد التوترات العسكرية حتى عالم الرياضة دخل في النقاش بواحد الطريقة غير متوقعة. والخبر اللي صدم بزاف ديال الناس هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي اللي غادر الرياض بواحد الشكل مفاجئ وسري، واتجه مباشرة لريال مدريد في الطائرة الخاصة ديالو. الخبر قالت عليه تقارير إعلامية إسبانية، وخصوصا صحيفة ماركا اللي قالت بأن رونالدو فضل يبعد العائلة ديالو مؤقتا بسبب التوترات اللي كتعرفها المنطقة. ملي وصل لمطار مدريد كان محاط بحراسة مشددة، وهذا الشيء اللي خلى الخبر ينتشر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الناس قالوا بأن الخطوة طبيعية من لاعب عالمي راه كيحاول يحمي العائلة ديالو، بينما آخرين شافوا فيها مؤشر على أن الوضع الأمني في المنطقة ولا فعلا مقلق. وحتى الآن ما كاين حتى توضيح رسمي من رونالدو أو من نادي النصر حول السبب الحقيقي ديال السفر. وفي وسط هذه الأجواء المتوترة خرج حتى تصريح ناري من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سانشيز رجع بالذاكرة ل 23 عام اللور ملي دخلت الولايات المتحدة وعدة دول في حرب مع العراق، وقالت بأن السبب اللي كانوا كيقدموه هو وجود أسلحة دمار شامل عند النظام صدام حسين. ولكن من بعد الحرب راه ما تلقى حتى دليل على وجود أي أسلحة عنده، يعني بيعهم العجل بالعربية. بيدرو سانشيز اعترض هذه الخطرة وما بغاش يدخل معاه في هذه الحرب ضد دولة اللي هي دولة قوية، الدولة الإيرانية. خافوا من الأمور تتفاقم ويجرونا لشي حرب عالمية ثالثة. ولهذا قال سانشيز واحد الجملة قوية: ما يمكنش تخدعونا مرة أخرى. هذا التصريح فهموه بعض المراقبين على أنه رسالة مباشرة ضد تكرار نفس السيناريو في الصراعات الحالية. ولكن في المقابل دونالد ترامب خرج بتصريحات أكثر تصعيد، وقال بشكل واضح بأنه ما كاين حتى تفاوض مع إيران حاليا، وأن عرض الحوار اللي قدمت طهران جا متأخر بزاف. وحسب كلامه العمليات العسكرية الأمريكية نجحات في إضعاف القدرات الدفاعية والعسكرية ديال إيران، وحتى في تصفية بعض القادات العسكريين، القادات اللي هما كبار. وزاد قال بأن الولايات المتحدة عندها ترسانة عسكرية تقدر تخوض الحرب إلى الأبد بفضل المخزون الكبير من الأسلحة المتطورة اللي عندها. هاد التصريحات خلات بزاف ديال المحللين يتكلموا على احتمال توسع الحرب في الشرق الأوسط وتحولها لمواجهة كبيرة كتغير موازين القوة في المنطقة. وإلا توسعت الحرب فعلا راه التأثير ديالها ما غاديش يبقى غير في ديك المنطقة، بل غادي يوصل للعالم كامل وحتى عندنا هنا في المغرب، حيت الاقتصاد العالمي اليوم مترابط بزاف، وأي أزمة في الطاقة أو الملاحة البحرية راه كيأثر مباشرة على الأسعار والتجارة وحتى الاستقرار الاقتصادي في العالم كامل. لهذا بزاف ديال الخبراء كيقولوا بأن المرحلة المقبلة غادي تكون حاسمة، إما تهدأ الأمور ويرجع الاستقرار الأسواق العالمية، أو يستمر التصعيد العسكري وترتفع الأسعار أكثر وأكثر، ويدخل العالم في واحد المرحلة اقتصادية اللي صعيبة بزاف على كل شيء. والسؤال المطروح اليوم: واش هاد التوترات مجرد أزمة مؤقتة ولا بداية مرحلة جديدة من الصراعات اللي غادي تأثر على العالم كامل؟ الأيام الجاية غادي تعطينا الجواب. وشنو الرأي ديالك انت؟ واش الأمور غادي تحبس ولا الحرب مازال مستمرة؟ واش الخروج ديال كريستيانو رونالدو من السعودية هو دليل على أن الحرب ما غاديش تحبس؟ دينا الرأي ديالك في التعليق. دوزو بخير.